دخيلك يا شيخ دخيلك. دستور. بدك تعمل لي عمل. عمل شو بدك يا ابني؟ بدك تفرق لي بين الزوج وزوجته. دستور. دستور غربوب. بدك تجيب لي شعره من خفاش عمره 90 سنة، وريشي من ذنب طير حر عمره 75 سنة. 45 ما بيصير. دستور روح يا ابني روح، برجع بعمل لك العمل بعدين. هلا اخ احمد، حياك الله. حياك الله. لك ليه فرحان؟ فرحنا معك يا رجل. والله رحت عند شيخ بده يعمل لي عمل. الله اكبر. شو العمل؟ بدي يفرق بين الزوج وزوجي، انا بكرهه. شيخ الله اكبر. وعدني بدي يتم هذا الامر. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب لقل لك شغلي، الا تعلم ان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فهذا الأمر ما راح يتم أبدا إن شاء الله، لأن هذا وعد الله في القرآن الكريم. بعدين هذا الذي تذهب إليه هذا مو شيخ، مين قال لك شيخ؟ هذا ساحر ومشعوذ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فأنت إذا صدقت هذا الساحر والمشعوذ فمشكلة كبيرة جدا، يجوز لك تصديقه، وهذا الأمر ما راح يتم بإذن الله، وهذا وعد الله في القرآن. شباب مو تاخذوا علي هاي انه انا ساحر، ديروا بالكم ترى، لانه منتشر كثير في حياتنا مع الاسف السحر والشعوذه. اي واحد عم يكره الثاني عم بيروح لعند ساحر، عم يعطيه كم ورقه، عم يجيب له خروف. عم يوقعوا الاخوه في مشاكل كثيره. بارك الله فيكم، فاجتنبوا هذا الامر وجزاكم الله عنا كل خير. هذا كان مشهد تمثيلي. بارك الله فيكم. السلام عليكم.